كنت بعملية حسابية بسيطة أنه الإنسان لو عاش بعد البلوغ 60 سنة وكان كل يوم يغتاب رجلا واحدا، إنسان واحد مسلم واحد، للقي الله بأكثر من 20,000 خصم يوم القيامة. لو كان كل يوم يغتاب 3 للقي الله بأكثر من 62,000 خصما يوم القيامة. لا، ولا تنسى أيضا يا أخي أن الغيبة يعني قد تكون مضاعفة في بشخص واحد. الله أكبر. كيف يعني كيف حينما تردد العيب هذا الشخص في مجلس واحد أكثر من مرة، كل واحدة تحسب بحسابها. حينما تعيب بأكثر من عيب فكذلك، ليس تقول والله أنا اغتبت شخصا واحدا وتحسبه والله شخص واحد. احسب كم كلمة من كلمات الغيبة قلتها في هذا الرجل، كم عيبا ذكرته ولو في مجلس واحد ولو في دقيقة واحدة أو دقائق معدودة. أمر خطير وبشع يا أخي، مصيبة كثير من الناس. وش أسبابها يا شيخ؟ أنا أقول لك يا أخي لا، أسباب كثيرة، لكن مصيبة كثير من الناس يا أخي أنه يظن الغيبة سهلة ويسيرة، وأنه والله تكفرها الصلوات الخمس والصدقة والاستغفار وقراءة القرآن. لا والله يا أخي، الغيبة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة. شوف الخطورة يا أخي. ثم أيضا الخطر الأكبر أيضا أن هذه الكبيرة تتعلق بحقوق العباد، ولا يكفي بحقوق العباد أن تستغفر وتتوب إلى الله بينك وبين الله. لا يا أخي، أعظم شرط لصحة التوبة من هذه الغيبة أن ترد الحق لأصحابه وأن تستحلهم وتستسمحهم. ومن يضمن لك أن يحلوك ويسامحوك؟ من يضمن لك؟ هنا مكمن الخطر يا أخي. أنت الآن توزع حسناتك الغيبة حقيقة أنت تستنفد رصيدك من الحسنات لصالح أناس لم يتعبوا فيها.